السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن السكر. أهم وأخطر عنصر في الدايت هو السكر. هنفهم مع بعض النهاردة هو السكر ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، المفروض نسمح بالسكر ولا نمنعه. ده اللي هيتحدد في بقية الفيديو. كملوا الفيديو للآخر وهيعجبكم إن شاء الله. كل الناس لما بتقرر تعمل دايت فبتروح تمنع السكر، فبيحصل معاه شوية مضاعفات هنقولها كده بسرعة. أول حاجة الدوخة والصداع والزغللة وقلة التركيز والنسيان والنرفزة والهبوط والسحبة وضربات القلب السريعة والخمول والأرق والتوتر والاكتئاب. دي الأعراض اللي بتحصل لما الناس دي كلها بتروح تعمل دايت وتمنع السكر، فبالتالي بيوقف دايت ويرجع وزنه يزيد. طيب أنا المفروض أعمل إيه في السكر؟ آخد سكر أي كمية؟ لو أخدت سكر أي كمية فانت كده بتزود الدهون الثلاثيه في جسمك وبتزود السكر في الجسم وبتزود الفيسرال فات او الدهون الحشوائيه اللي موجوده في منطقه البطن. كمان الميزان مش هينزل. فخير الامور اوسطها. يعني ايه؟ انا مسموح لي في اليوم معلقتين او 3 سكر من السكر العادي. انا لو اخدت اكتر من كده فكده دخلت في بند الاسراف، وده هيضرني ان الجسم هيخزن المخزون الزياده من السكر ده. ولو انا منعت السكر خالص هيحصل المضاعفات اللي انا قلتها. لو انا عايز اتغلب على ده او ده فافضل حاجه انك تاخد معلقه عسل نحل الصبح على الريق ومعلقه عسل نحل على زبادي بالليل. كمان في نص اليوم لو لقيت سكرك بيوطى فممكن تاخد السكر بتاعك من الفاكهه او قطعه شوكولاته صغيره علشان سكرك ما يوطاش. فما ينفعش افور في السكر ومستني ان انا اخس، ولا ينفع امنع السكر ومستني ان انا ما اتعبش. السكر اول ما بيدخل الجسم بيبقى اسمه جلوكوز، والجلوكوز ده بيدخل جوه الخليه وهو كمان اللي بيديلها الطاقه. فالخليه لو انت منعت السكر وما وصلهاش طاقه فانت بتقلل من نشاط تكوين الخلايا اللي جوه الجسم كلها. ومن ضمن الخلايا دي خلايا المخ بتحتاج نسبة سكر عشان الخلايا بتاعة المخ تفضل فايقة. الدليل على ده ان الناس اللي عندها الانسولين ريزيستنس او مقاومة انسولين السكر مش بيوصل لمخهم، فبالتالي بيبقى عنده شراهة للحلويات وعنده زغللة ودوخة وصداع وقلة تركيز. فبنقول لهم السكر يدخل بس بنسبة معقولة. كمان لما نيجي نمنع السكر لو احنا منعناه هنلاقي قلة تركيز في الاول وهتتعب وهتلاقي وهن وضعف. ده منطقي وطبيعي يحصل عشان انت سحبت السكر اللي كان مصدر الطاقة. فقدامك اوبشن من اتنين، يا تعمل النصايح اللي قلناها يا اما تستمر لحد ما جسمك يتعود على انسحاب السكر من الجسم فترة مؤقتة وبعد كده جسمك هيتعود. بس افضل طريقة انك تكون بتدي لجسمك كل العناصر اللي هو عايزها. نصيحتي اللي بقولها دايما، اللي لسه في الاول وبيتعلم السواقة يمشي في اليمين ويمشي بالراحة. الناس المتمكنة والناس اللي متعودة على الدايت تجري براحتها، هي متعودة. ولو حصل مشاكل معاهم هيعرفوا يعملوا ستوب ازاي. مش معنى ان انا رحت اعمل دايت اروح اعمل شبه الناس اللي بتعمل دايت من سنين واروح امنع العيش والرز والمكرونه والسكر والحلويات والدهون. انت لو منعتهم اهلا وسهلا هتخس من الميه ومن العضلات وهتضعف وهتتعب. بعد كده هترجع لهم بشراهه فوزنك هيزيد اكتر واكتر من الاول بكتير، وهيجي لك شراهه ونهم للحلويات ومش هتعرف تعمل ستوب وقتها. لما نيجي نعمل رجيم لازم نخلي الرجيم بتاعنا كامل كل العناصر، النشويات والبروتين والخضار والفاكهه والدهون والالياف. ما ينفعش نمنع عنصر. كمان السكر لازم يدخل بس بمقدار. كل حد بيناسبه السكر على حسب الوزن، على حسب الطول، على حسب احتياجه للسكر، على حسب مستوى السكر في الدم. كمان الناس اللي بتاخد ادويه للسكر عشان هو مريض سكر لما يجي يعمل دايت ويقلل سكره وكمان الميزان بينزل فالسكر هيوطى. كمان علاج السكر بيوطي له السكر فبيدخل في حاجه اسمها هايبوجلايسيميا، ودي مؤذيه اكتر من الهايبرجلايسيميا. الناس اللي ممكن يدخلوا في غيبوبه سكر اللي سكرهم بيوطى. فلازم يامن نفسه بالسكر سواء كان من العسل او سواء كان من الفاكهه. فما تسيبش نفسك تعبان وتقول انا مش هاخد سكر عشان السكر بيتخن. نصيحه صغيره كمان، دونت درينك يور كالوري. ما تشربش سعراتك، الافضل ايت كلها. لو احنا بناكل فجسمنا هيكسر على الاكل سعرات عشان يحرق الاكل اللي احنا اكلناه فهنخس. لو احنا بنشرب الحاجه بتاعتنا اللي احنا بنشربها دي فجسمنا مش هيحرق عليها سعرات عشان هي داخله الجسم في صوره سائله، فهي هتزود لنا سعرات جسمنا في الفاضي وما استفدتش حاجه. فكل وجباتك كامله الاول، جنبها المشروبات بتاعتك مع كنترول بسيط على السكر من غير ما نمنع، جنب شرب ميه كتير. الدنيا هتبقى كويسه وهنخس كويس ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جديد الاسبوع الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.